بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حبايبنا طلاب تانية سنة، وإن شاء الله ميعادنا النهاردة مع الحصة الأولى في الترم الثاني. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم طيبين، وإن شاء الله يا رب يبقى ترم سعيد عليكم بإذن الله. واحد، ناس كتيرة في الترم الأول اشتكت من الدرجات بصفة عامة، واسمع الجملة دي كده بالظبط: مستر أنا تعبت وما شفتش نتيجة تعبي. بعض الناس، مش عايز أقول أغلب الناس، بعض الناس. حبيبي الآية بص ورايا اهي قبل ما أبدأ: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنت تعبت وعملت اللي عليك، هو ربنا هينسى تعبك؟ رد عليا، هو ربنا هينسى تعبك؟ لا. طب ما خدتش نتيجة تعبك ليه؟ متشالة، والله العظيم متشالة. السنة الجاية، الترم الجاي، في الجامعة، في جيشك، في جوازتك، في علاقتك بالآخرين، متشالة. في دعوة هترفع ايدك في يوم من الأيام تقول يا رب خلصني من الموقف الفلاني، يخلصك منه عشان انت تعبت، ونتيجة تعبك ربنا شايلها لك. وما كان ربك نسيا. انا عندي رضا تام وراحة تامة بان انا تعبت وعملت اللي عليا. ان شاء الله ربنا مش هيضيع نتيجة تعبك. حبايب قلبي نبدأ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الآية دي كده على الملزمة اللي قدامك. انت قاعد دلوقتي، معاك الملزمة بتاعتي، معاك القلم، معاك ورق فاضي، معاك الآلة الحاسبة، معاك الملف البي دي اف، معاك كتاب الامتحان. انت قاعد فارش وقاعد، مش قاعد ماسك الموبايل او قاعد فارد اللاب وقاعد بتتفرج ونايم على ظهرك وبتتفرج عليا وانت قاعد على السرير او نايم على الفارد على الكنبه لا 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 لا. انت قاعد بقى، التعب فين بقى عشان اقول له يا رب انا تعبت اهو؟ ماشي، فانت قاعد جاهز ومستعد يا عم الحاج. بسم الله توكلت على الله، قاعد كده جاهز، قاعد جاهز ومستعد الترم التاني باذن الله. الترم التاني ان شاء الله في الفيزياء يا جماعه عندنا لذيذ جدا، قصير جدا، هي بس اسئلته كتير لكن ككم قصير جدا. يمكن بالظبط 7 حصص. 7 حصص دي يعني اقل من شهرين، يعني ممكن باذن الله كل عام وانتم طيبين على اخر رمضان كده نكون خلصنا باذن الله. يعني بعد رمضان عندك حوالي شهر بحاول تفضل قاعد تراجع الفيزياء. الفيزياء في الترم الثاني صغير، ما اعرفش الاحياء، ما اعرفش الكيمياء، ماليش في العربي، ما اعرفش، بس الفيزياء عندي في مادتي صغيره، فالدنيا تتلم ان شاء الله. ودي فرصه ان احنا ان شاء الله نحل كتير سواء في الحصص سواء على الفيديوهات ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. ملزمتك معاك بالله عليك كده عشان تريح نفسك، خلي كده الايه دي قدامك عشان تحس ان ربنا معاك. ان الله لا يضيع او لا يضيع، الروايتين كده فيها روايتين، لا يضيع اجر من احسن عملا. والايه بتاعت سوره طه: وما كان ربك نسيا، ربنا عمره ما هينسى ابدا تعبك. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استعنا بالله يا جماعة. هنبدأ. أنا بس عمال أظبط لك بس حاجة كده معايا. يلا يا جماعة. إن شاء الله الترم الثاني هنتكلم فيه عن خواص المادة. هنتكلم فيه إن شاء الله في أول درس عن حاجة اسمها الكثافة. ما المقصود بالكثافة؟ يا ريت بقى حبيبي كده ورقة وقلم كده، وهلخص لك الدرس بشكل بسيط جدا. هشرح بس بشكل بسيط جدا إن شاء الله. ما المقصود بالكثافة؟ استعنا بالله توكلنا على الله، أول حصة في أولى ثانوي. ما المقصود بالكثافة؟ الكثافة هي خاصية فيزيائية تميز كل مادة. الكثافة هي خاصية فيزيائية تميز كل مادة. كل مادة ربنا خلقها في الدنيا عندها كثافة مش عند المادة التانية. زي بالظبط سيادتك عارف ان مثلا ان الصوديوم Na العدد الذري بتاعه 11، عدد الكتلي بتاعه 23. زي ما انت عارف مثلا حبيب قلبي ان مثلا عنصر زي الاكسجين عدده الذري 8 وعدده الكتلي 16. ايوه، زي ما كل ذره عندها عدد ذري ثابت وعندها عدد كتلي ثابت، كل ماده عندها كثافه خاصه تميزها. ايه بقى الكثافه دي يا مستر؟ خاصيه فيزيائيه تميز الماده. ايه بقى دي يا مستر؟ عرفها لنا كده. طيب حاضر، اللي انا قلته على فكره ده التعريف: خاصيه فيزيائيه تميز كل ماده، دي الكثافه. التعريف الثاني: الكثافه هي كتلة وحدة الحجوم. كتلة وحدة الحجوم. أنا همد شوية في الشرح عشان أركز في الأسئلة أكتر.
الكثافة كتلة وحدة الحجوم، بمعنى لو رحت كتلة وحدة حجوم، لو رحت جبت حجم واحد مكعب من حديد، ورحت جبت مكعب طول ضلعه 1 سنتي من الخشب، لو كان الجميل ده مكعب خشب، لو كان الجميل ده مكعب حديد، وطول الضلع هنا وطول الضلع هنا قد بعض، يعني طول الضلع ده هنا 1 سنتي، فيبقى الحجم 1 في 1 في 1 حجم المكعب. احنا محتاجين نراجع شوية حجوم وشوية مساحات، وهتلاقي الكلام ده عندك في أول الملزمة بتاعتي، هبعتها لك PDF في الفيديو لو انت مش من طلابي. ماشي، محتاج تراجع شويه الحجوم والمساحات والتحويلات. عايز تجيب حجم المكعب ده يبقى 1 1 1، دي كده بنتكلم عليها مين؟ وحده الحجوم. يعني الحجم ده يساوي الحجم ده، يعني الفول الحجم بتاع الخشب ده يساوي الفول الحجم بتاع الحديد ده. تمام، يعني ده 1 سنتي وده 1 سنتي، ايوه ده 1 سنتي وده 1 سنتي، الحجمين قد بعض. هل تبقى الكتله دي قد الكتله دي؟ لا طبعا، الحديد اتقل بكتير. حديد ترميه في الميه يغوص، الخشب ترميه في الميه يطفو، وهما الاثنين قد بعض. الله، طب هما الاثنين حجم قد بعض، ليه ده غاص ودوت بيطفو؟ بسبب الكثافه. واحد كثافته تقيله، يعني ايه؟ حجم ده والحجم ده واحد، بس الكتله بتاعت الحجوم مش قد بعض. الكثافه هي كتله وحده الحجوم. لو عندك حجم من ماده وحجم من ماده، يبقى الكتله دي غير الكتله دي. الله، الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم. طيب معلش تاني كده يا مستر، يعني عرفت عليها أكتر. حاضر. الكثافة لو عايز تجيب لها قانون، أيوه، الكثافة هي، أيوه حط يساوي كتلة، يبقى كتلة وحدة الحجوم هنخليها في المقام، وده هيبقى الحجم. الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم. طبعا يفضل نشتغل بقى بالانجليزي بقى القوانين بتاعتنا. الكثافة دي اللي هي رمزها رو بتساوي الكتلة اللي هي ام على الحجم اللي هو فول. كثافة رو بتساوي ام على فول. ماشي، يا ريت بقى حبيبي يحط الكلام ده في مثلث، عشان طبعا انا عارف حبايبي بيحبوا المثلثات دي موت، عشان ما يتلخبطش، والمثلث ده قاعد معانا ساعتين. الكثافة بتساوي كثافة رو تساوي ام على فول. كثافة رو تساوي ام على فول. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا. الكثافة دي بقيسها بإيه؟ والله الكثافة دي بقيسها هي كتلة على حجم، فهي عبارة عن كيلو جرام. طبعا الحجم اللي هو متر تكعيب، وساعات تلقى النهارده في أسئلة هنشتغل فيها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب. تمام. طب بالانجليزي كده الرموز دي، الرو اللي هو رمز الكثافه، وده رمز يا جماعه لاتيني، رمز لاتيني، بقيسها بالكتله اللي هي كيلو جرام على متر مكعب، وساعات تتكتب كيلو جرام ايوه في متر اس كام؟ -3. تمام، ماشي. طيب الكثافة خاصية تميز كل مادة. كل مادة ربنا خلقها في الدنيا عندها كثافة مش عند المادة التانية. كل مادة ربنا خلقها في الدنيا عندها كثافة مش عند المادة التانية، حاجة تخصها. برضه يا مستر المعنى مش داخل دماغي، يعني ايه حاجة تميز المادة، جبتها من الكتلة على الحجم، يعني مش داخلة دماغي برضه. حاضر، انت عندك حق، انت عندك حق، وعشان انت عندك حق ركز بقى معايا. هحكي القصة من الأول. كان في ملك عايز يعمل تاج ذهب. راح جاب سايغ واداله مثلا كيلو ذهب، قال له اعمل لي تاج. غاب السايغ شهر ورجع عمل التاج. الملك شك ان الراجل السايغ ده حرامي، وخلط مادة مع الذهب وسرق شوية ذهب. طيب انا مديله كيلو ذهب، جاب لي التاج برضه كيلو. الله، انا مديله كيلو وجاب لي التاج كيلو، يبقى هو ما ضحكش عليا. لا 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 لا، في مواد قريبه جدا جدا من الذهب في الكثافه. هتفهم بقى دلوقتي يعني ايه كثافه. زي النحاس، فممكن يكون سرق شويه ذهب وحط مكانهم شويه نحاس، خلطهم على بعض وعمل التاج. يا جماعه يا علماء يا اللي عايشين معايا في القصر، طبعا كان زمان السلطان والمماليك والملوك كانوا بيبقوا معاهم في القصر علماء.
كان زمان الملك الرئيس معاه علماء، ده كان زمان. المهم خلينا في موضوعنا يا جدعان. حد يعرف؟ حاول واحد حاول التاني لغايه لما جه عالم يقال انه ارشميدس، مش ثابته الروايه قوي، اللي هو ما نعرف عن طريق حاجه اسمها الكثافه. ازاي؟ اللي هم بصوا، كل ماده ربنا خلقها في الدنيا ليها كثافه ثابته، فالذهب زيه زي اي ماده ليه كثافه. تجيبها ازاي الكثافه دي؟ اجيب الكتله بتاعت الذهب واقسمها على الحجم بتاع الذهب، يطلع مقدار ثابت اسمه الكثافه. هات لي كده كيلو ذهب، اتفضل. اقسمه على الحجم، اتفضل. قسمنا الكتله على الحجم، طلع الكثافه مقدار ثابت، رقم. طب هات 2 كيلو ذهب، اقسمه على الحجم، هيطلع نفس الرقم. ايه ده؟ 2 كيلو. انت زودت البسط. ايوه، ما انت لما زودت البسط زودت المقام، فتفضل الكثافه مقدار ايه؟ ثابت. هات لي 5 كيلو ذهب. الله الله الله، ده اكبر. ايوه، انت زودت البسط، زودت في المقابل المقام اللي هو الحجم، فتفضل الكثافه برضه مقدار ايه؟ ثابت. قال لهم بصوا خلاص بقى، جبنا كثافه الذهب. هات التاج. لو التاج دوت ذهب، المفروض لما اجيب كثافته يطلع زي مين؟ زي كثافه الذهب اللي احنا جبناها رقم ثابت. راح جاب التاج. هات الكتله، سهله. عايزين نجيب الحجم. التاج شكله غير منتظم، نجيب حجمه ازاي؟ قال لهم سهله، نجيب حوض فيه ميه، حجم الميه معروف. هات التاج وغطسه في الميه، فالميه ترتفع، مقدار الارتفاع ده هو حجم التاج. جاب حجم التاج. والنبي انت مركز معايا، انا عارف. سبت القلم وقعدت تسمع القصه دلوقتي، وربنا انا عارف. مستني تعرف ايه اللي يحصل للسايق، صح؟ شفت الفيزياء حلوه ازاي؟ ليك ركزت معايا لما حكينا قصه، ركزت معايا. جاب السايق. تعالى يا عم الحاج، احنا جبنا التاج اللي انت عملته وجبنا الكتله بتاعته، قسمناها على الحجم، ما طلعش الرقم بتاع كثافه الذهب. يبقى انت حرامي والذهب ده مغشوش. قال لهم صح، انا غشيت. روحوا خدوه شيلوا رقبته. عرفنا التاج ده مصنوع من الذهب ولا لا عن طريق درس النهارده اللي هو مين؟ الكثافه. يبقى الكثافه دي خاصيه تميز كل ماده. كل ماده ربنا خلقها في الدنيا عندها كثافه مش عند الماده الثانيه. جيبها ازاي؟ بالكتله على الحجم. من اشهر الكثافات اللي عندنا كثافه ماده مشهوره جدا، الا وهي الميه. كثافة المية دي يا عم الحاج كتلة على حجم، اقسم يطلع كام؟ 1000 أو يطلع 1. والله 1000 لو كنت جبت كيلو جرام على متر مكعب، 1 لو كان جرام على سنتيمتر مكعب. ده رقم ثابت. يعني اجيب ازازة مية واجيب الكتلة بتاعتها واقسم على الحجم يطلع 1000. ايوه. طب لو جبت جردل المية وجبت الكتلة بتاعته قسمت على الحجم يطلع 1000. ايوه. طب لو جبت، ايوه يا ابني، ما انت كل ما تزود في الكتله بتزود في المقام اللي هو الحجم، فيطلع حاصل القسمه مقدار ايه؟ ثابت. قد تختلف الكثافه بتاعت الميه باختلاف نوع الميه. يعني ايه؟ ما في ميه عذبه وفي ميه مالحه وفي تلج وفي لا استنى بقى، ده الموضوع كبير. هو انت مش قلت ان الكثافه دي مقدار ثابت؟ ايوه، مقدار ثابت، ولكن المقدار الثابت ده قد يختلف باختلاف حاجتين. ايه هما بقى؟ قد تختلف الكثافة باختلاف نوع المادة. والله المادة دي مية، المادة دي خشب، المادة دي حديد، المادة دي صوديوم، المادة دي فضة، دي اختلف. طب وباختلاف مين كمان؟ المادة دي مية، بس مية في حالة ايه؟ يعني نوع المادة وحال، يعني بين قوسين كده نحط كده حالة المادة دي ايه؟ حالة المادة الواحدة ايه؟ يعني ما تجيبليش ميه تلج وميه سائل وميه غاز وتقول لي التلاته نفس الكثافه عشان التلاته ميه. اقول لك لا يا حبيبي، تعال. نوع الماده او بين قوسين كده حاله الماده تاثر في مين؟ في الكثافه. ماشي. وكمان درجه الحراره. اظن درجه الحراره يا جماعه دي عامله زي الخابور كده في كل الثوابت الفيزيائيه. يبقى كل لما يبقى عندك حاجه فيزيائيه، اظن انت لسه مخلص معايا معامل اللزوجه من شهر كده ولا حاجه، وكان لا يتوقف على اي حاجه من اللي موجوده في القانون ما عدا درجه الايه؟ الحراره. الكثافه. كل ماده عندها كثافه رقم ثابت يخصها، بس تتاثر بدرجه مين؟ الحراره. ماشي. وطبعا الحراره تقوم مغيره في مين؟ في حاله الايه؟ الماده. الله.
طب ليه كل ماده عندها كثافه ثابته مش عند الماده الثانيه؟ استنى بس قبل ما اسيبك كده، السبوره دي اهي، سبوره ابعد لك اهي لو عايز تعمل كده سكرين شوت كده للسبوره الاولى. ماشي يا باشا. ليه كل ماده عندها كثافه مش عند الماده الثانيه؟ بص يا مان، هنا في سؤال علل للفهم كده نفهم منه. علل. قد ايوه تختلف كثافة المادة، او مش قد، معلش انا اسف. ليه علل. ايوه تختلف كثافة المادة من عنصر لآخر. ليه كل عنصر عنده كثافة غير المادة التانية؟ ليه كل مادة عندها كثافة غير المادة التانية؟ طب ما كلام منطقي، ما انت قلت خاصية فيزيائية. طب ليه كثافة الحديد غير كثافة الخشب؟ ليه لما ارمي الخشب في المية يغوص عشان كثافته اتقل؟ ليه لما اشيل الكرسي الحديد احس بتقل والكرسي الخشب اقل والبلاستيك اقل؟ عشان كثافه ده غير ده غير ده. الكثافه دي بقى يقولوها الناس العاديين. خلاص انا كطالب فيزياء ايه الفرق العلمي؟ ليه في اختلاف؟ والله في اختلاف بسبب اختلاف حاجتين. ايه هما يا سيدي؟ واحد، بسبب اختلاف الوزن الذري للعنصر. بسبب اختلاف الوزن الذري لذرات العنصر. هو انت صوابعك زي بعضيها يا راجل؟ يا راجل ما انا لسه مديك مثال اهو في اول الحصه اهو. راح فين المثال؟ اهو. يا راجل هو الوزن اللي هو تقريبا العدد الكتلي، مشيها العدد. طبعا في فرق بين الوزن الذري والعدد الكتلي، وخدت الفرق بين الاثنين في كيمياء اولى ثانوي. الرقم اللي فوق ده اسمه ايه؟ ده العدد الكتلي اللي هو تقريبا مشيها النهارده الوزن الذري. طب هل وزن ده زي وزن ده؟ لا طبعا. طب ارجع بقى يا عم الحاج، هل الوزن بتاع ذرة الحديد زي الوزن بتاع ذرة الخشب زي اللي هو الكربون زي وزن ذرة البلاستيك؟ لا طبعا، ده غير ده غير ده. الله اكبر. يبقى بسبب اختلاف وزن الذرة يديك اختلاف في الكثافة. اصل بيني وبينك برضو عشان تبقى قاعد فاهم، ما هي الكثافة اصلا دي عبارة عن كتلة على مين؟ على حجم. فاللي يخلي الكتلة تختلف من مادة لأخرى وزن الذرة نفسه. طيب ايه كمان يا مستر؟ الحجم بقى اللي هو زي مين كده بالظبط يا باشا؟ اللي هو 2 المسافات البينية بين الذرات وبعضها البعض، او ابقى علميا اكثر دقة بين جزيئات المادة وبعضها البعض. يعني ركز معايا، هل لو جبت شوية خشب ونشرتهم كده وقطعتهم فبقوا عاملين بلاش خشب او خليها في الخشب، نشرت الخشب وجبت الخشب تحت الميكروسكوب وقعدت تبص عليه، هتلقى الخشب كده يا حبيب قلبي عامل كده، جزيئات الخشب عامله كده اهو. حبيب قلبي عايزك كده تبص لي بعد اذنك للمسافات اللي بين جزيء الخشب وبين الجزيء في مسافات بينيه، عشان حجم جزيئات الخشب كبير. حجم جزيئات الخشب ده كبير فيخلي كثافته اقل، فترميه على الميه يطفو. حبه كلام علمي بقى. طب لو جبت لي بعد اذنك شويه حديد، ايوه، والحديد ده جبت منه براده. عارف البراده؟ لما الحديد ده يبقى عامل زي السكر الناعم كده وتبص عليه تحت الميكروسكوب، جدع بص عليه كده، سامع الصوت ده؟ اهو هتلقى كده جزيئات الحديد لازقه في بعضيها، وتقريبا مفيش مسافات بينيه. مسافات بينيه اقل عشان الجزيئات اقل فمتلاصقه مع بعضيها، فكل لما الحجم يقل كل لما الكثافه تزيد. عارف لو جبت حته رخام وقمت مكسر ومدشدش كده يبقى عامل زي السكر الناعم وجزيئاته قريبه من بعض. ايوه، وبالتالي لو عندك شويه رخام وترمي عليهم ميه ما يخشش، لو عندك حديد ترمي عليه ميه ما يدخلش، ولو عندك خشب رميت عليه ميه دقيقتين 3 ما تلاقيهوش، لانه هيخش في المسافات البينيه لمين؟ للخشب. يعني في اختلاف في المسافات البينيه يؤدي الى اختلاف في الكثافه، في اختلاف في الوزن الذري يؤدي الى اختلاف الكثافه. يبقى ليه المواد مش زي بعضيها؟ بسبب اختلاف حاجتين، الوزن الذري والمسافات البينيه. تمام ماشي. عندنا مصطلح مهم جدا في الكثافه، الا وهو الكثافه النسبيه. ايه بقى ده يا عم الحاج؟ ركز معايا بالله عليك.
عندنا مصطلح مهم جدا في الكثافة، ألا وهو حاجة اسمها الكثافة النسبية. الكثافة النسبية ايه بقى دي؟ نسبة من اسمها كده. هتروح تجيب لي بعد اذنك كثافة اي مادة ربنا خلقها في الدنيا وتقسم لي على كثافة المية. كثافة المية كده رقم ثابت حلو ومميز كده بالنسبة لنا، اللي هو كام؟ 1000. ماشي، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ لازم الكلام ده يكون في نفس درجة الحرارة. يعني ايه؟ عايز تجيب كثافة الحديد على كثافة المية، يطلع حاجة اسمها الكثافة النسبية للحديد. تاني كده معلش، تاني كده معلش. عايز تجيب الكثافة النسبية للمادة، الكثافة النسبية للتلج، يبقى كثافة التلج على كثافة المية. هو التلج حاجة والمية حاجة؟ طبعا في اختلاف بين الاتنين. عايز تجيب الكثافة النسبية للخشب، يبقى كثافة الخشب على كثافة المية بس في نفس درجة الحرارة. ما تجيبليش ده وده في درجتين حرارة غير بعض، لأن الحرارة هتغير في مين؟ في الكثافات. ماشي. طيب عندي قانون تاني أجيب بيه الكثافة النسبية. استر يا رب. لا لا لا، سهلة سهلة سهلة. تعال. مش كثافة المادة دي عبارة عن كتلة على حجم؟ كثافة المية دي عبارة عن كتلة على حجم. أيوة، اخلص. طب لو كانوا الاتنين نفس الحجم، يعني ايه؟ لو عندك حجم الحديد قد حجم المية، الله، يروح الحجم على الحجم اتبقى مين على مين؟ كتلة على كتلة. وبالتالي بقى عندي قانون جديد، كتلة المادة على الكتلة بتاعت مين؟ المية. بس بشرط. ايه هو الشرط؟ لا لا لا، خليهم شرطين بقى. لازم تقول لي في نفس درجة الحرارة اللي انت قلتها هناك، ولازم تقول لي كمان في نفس مين؟ الحجم. الله اكبر. تاني؟ لا تاني ايه بقى، انت شاطر وامور اهو. كده بقى عندي قانون اجيب بيه الكثافة النسبية. عد معايا. ادي واحد قانون. ايوه، الكثافة كتلة على حجم. ادي اول قانون بقى، صح معايا. ادي اول مثلث خدناه. والقانون ده قانون، ايوه ده قانون الكثافه النسبيه، كثافه الماده على كثافه الميه. ايوه، والميه كده كده ثابت، مقدار ثابت عند كام؟ عند 1000. الله. او كتله الماده على كتله الميه. الله. طب استنى بقى، استنى. خد اللي جاي ده كمان حبيب قلبي. خد اللي جاي عشان انت حبيبي. خد اللي جاي. لو كان الكتله هي اللي ثابته، فنشيل الكتلة مع الكتلة، اتبقى مين؟ الحجم بتاع المادة والحجم بتاع المية. فحجم المادة اللي هو مقام البسط ينزل تحت هنا كده، يبقى حجم المادة. الله. وحجم المية اللي هو مقام المقام يطلع بسط، يبقى ده حجم المية. بس بشرط. ايوه يا حبيب قلبي، لازم تقول لي ان الكلام ده يحصل كله في نفس درجة الايه؟ الحرارة، او الكلام ده كله يحصل في نفس الايه؟ احنا شلنا مين؟ الكتلة، يبقى في نفس مين؟ الكتلة. انا تهت يا مستر، انا عارف وربنا انا عارف انك تهت. علم بس على الجميل ده كده، ده القانون التاني. علم على الجميل ده كده كده كده، ده القانون مين؟ التالت. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما اعيد تاني بس، انا ايدي بتكني عشان حبايبي اللي قاعدين ضعاف اعمل لك المثلث الاخضر الجميل ده واقول لك تعالى حبيبي، لو عايز تجيب الكثافة النسبية لأي مادة روح هات الكثافة بتاعت المادة نفسها واقسم على كثافة المية اللي هي مقدار ثابت كام؟ 1000. عملنا مثلث تاني، عملنا قانون تاني. عايز تجيب الكثافة النسبية لأي مادة ايوه اهي، روح هات كثافة المادة اقسم على 1000. طب لو عايز كثافة المادة اهي، كثافة المادة اروح اجيب يا مستر وائل الكتلة على الحجم، صح. ولو عايز كثافة المادة عندك قانون تاني، روح هات الكثافة النسبية واضرب في كام؟ في 1000. فهتلقى نص مسائل الواجب، واجب حوالي 40 مسألة. ايوه، هيجي يديك الكثافة النسبية، اضرب في 1000 تجيب مين؟ الكثافة. خلاص، وبعد كده اشتغل بقى بقية المسألة عادي. حلو الكلام. عندي 3 قوانين للكثافة النسبية. انا هعيد تاني، بس هعيد تاني على هيئة سؤال. فاجي اقول لك ايه؟
ما معنى قولنا أن؟ سؤال بقى مقالي كده أهبل أهو. ما معنى قولنا أن؟ أيوه، يعني إيه الكثافة النسبية للألمنيوم؟ أيوه، بتساوي 2.7 بس، من غير تمييز. مفيش تمييز. أيوه، ما هي كثافة على كثافة يروحوا مع بعض، ملهاش تمييز يا ولا. كثافة على كثافة. ماشي، أوكي. اديني الإجابة. لا لا لا، ده أنا هديك إجابة وإجابة وإجابة وإجابة. أبا، مش عايز أراجع لك بقى، هديك 4 إجابات. يعني إيه الكثافة النسبية للألمنيوم 2.7؟ أول إجابة على السبورة، أي أن النسبة بين كثافة الألمنيوم لكثافة المية في نفس الحرارة يساوي كام؟ 2.7. الإجابة الثانية على السبورة، أي أن النسبة بين كتلة الألمنيوم لكتلة المية في نفس الحرارة ونفس الحجم يساوي كام؟ 2.7. ماشي. الإجابة الثالثة على السبورة، أي أن النسبة بين حجم المية لحجم الألمنيوم في نفس الحرارة ونفس الكتلة يساوي كام؟ 2.7. طب دول 3 اجابات يا مستر وائل جبتهم من السبوره. فين الاجابه الرابعه؟ اهي على السبوره برضه، ورحمه امي على السبوره. ايه ده؟ من القانون لما اديك الكثافه النسبيه 2.7، الله، اضرب في 1000. اجيب مين؟ كثافه الماده. فالاجابه الرابعه تقول لي اي ان الرو بتاعت الاي ال الالومنيوم تساوي كام؟ اضرب 2.7 في 1000 يطلع كام؟ 2700 كيلو جرام على متر مكعب. جبت كثافه الالومنيوم. صح؟ حلو السؤال ده. لو حد قاعد ازهر بيسمعني، حلو السؤال ده. لطالب عام برضو العادي بتاع المستويات، لان انت عندك جزء مقالي، وحتى لو مش هيجي في المقالي يرسخ جواك مفاهيم تساعدني في حل المستويات. طيب، نرغي شويه كمان، لسه المفهوم مش واضح. لو انت جبت بيض، وما ادراك ما البيض في هذا الزمن، احنا وصلنا لزمن بقت كل حاجه فيه غاليه، حتى البيض. فتجيب بيض تسلقه، فتقول لي ماما بره الحقي حطيت البيض في الميه عشان اسلقه، لقيت بيضه عايمه على الوش. تقول لك خدها ارميها في الزباله، يا خسرت الفلوس فيها، بقت غاليه خلاص. تقول لها ليه؟ تقول لك اصلها بايظه. فانت تفكر بقى، الله، هو البيض كثافته اكبر من الميه فكله نزل تحت. ليه بقى ماما قالت لي ارمي البيضه ديت؟ عشان البيضه دي بايظه. يعني ايه بايظه؟ بدل ما كان جواها السائل التقليدي اللي احنا عارفينه، الصفار والبياض، السائل ده باظ وعمل شويه غازات، ال H2S. فالغاز ده جوه ينفخ البيضه من جوه، يخليها تطفئ السطح عشان بقت كثافتها اقل. يعني بقى جواها غاز بقت كثافتها اقل. طب ما دي نفس الفكره يا مستر لما باخد الطوق والعب بيه وانا في المصيف. صح، برافو عليك. الطوق في هوا عمره ما ينزل. هي كثافه الميه كام؟ 1000. كثافه الهوا كام؟ 1.25. لك ان تتخيل ان كثافه الميه اكبر من كثافه الهوا تقريبا ب1000 مره. فمستحيل الهوا ينزل في الميه. مين اللي ينزل في الميه؟ حاجه كثافتها فوق 1000. حديد، نحاس، فضه، ألمونيوم. على السبوره اهو 2700. رخام. تجيب بالونه، تجيب كوره وقاعد بتلعب في المصيف، جدع نزل الكوره دي في وسط الميه، متعرفش، مليانه هواء كثافته 1.25 والميه كثافتها 1000، مستحيل تنزل تحت. طيب، لو في سفينه، انا عمال ارغي معاك قبل ما انتقل لجزء اخر عشان دماغك تبقى قاعده فاهمه معايا. لو في سفينه انتقلت من ماء عذب الى ماء مالح، يحصل للسفينه دي ايه؟ تطلع لفوق شويه. ليه؟ لان الميه المالحه لو اعتبرنا ان حجم ماء مالح وحجم ماء عذب قد بعض، لو عندك كوبايتين والكوبايتين فيهم ميه والاتنين قد بعض في الحجم، بس واحده دايب فيها ملح، فبالتالي بقى عندها كتله اكبر، يبقى عندها كثافه اكبر.
فالميه المالحه اكبر كثافه، فعند انتقال سفينه من ماء عذب الى ماء مالح ترتفع شيئا يسيرا الى اعلى، لان الميه المالحه هتزقها لفوق. وعشان كده اللي بيعوم في الميه المالحه مش زي اللي بيعوم في الميه العذبه. بتاع العذبه ده واد ايه جدع، والكتاف دي قويه. الميه المالحه هتساعدك فتزقك لفوق شويه، لان الميه المالحه كثافتها اعلى. هي مش دي ميه ودي ميه وخاصيه فيزيائيه ثابته، لا دي ميه عذبه ودي ميه مالحه، في اختلاف تقريبا. العذبه تقريبا 1000، المالحه تقريبا 1000 وشويه، 1010 1020، بالتالي يبقى كثافه اكبر فتزقك لفوق اعلى شويه. يا رب يكون حبه الرغي دول كده فهمت بيهم معنى الكثافه. استفيد ايه انا من الكثافه دي في حياتي؟ يوه يا راجل، تطبيقات الكثافه. ايه هي اهميه الكثافه؟ حاضر، كلام كتير. ما هي تطبيقات الكثافه؟ ما هي اهميه الكثافه في حياتنا؟ يا ترى اهميه الكثافه ايه في حياتنا؟ والله كلام كتير يا عم الحاج. واحد، استعنا بالله، تعرف تعد معايا؟ انت عندك منك حاجتين. واحد، الاستدلال على مدى شحن بطارية سيارة. طبعا احنا بنقصد البطارية السائلة بتاعت زمان، لان دلوقتي معظم العربيات الجديدة فيها بطاريات جافة. كان زمان البطاريات، ويمكن بعضها حتى الآن موجود جديد بينزل ببطاريات سائلة. البطاريات فيها من جوه انود وكاثود، قطب موجب قطب سالب. الاتنين الواح رصاص، واحد فيهم بي والتاني BbO2. هتعرف الكلام ده بالتفصيل في ثانويه عامه. واحد فيهم بيحصل عنده أكسدة والتاني بيحصل عنده اختزال. واحد فيهم بيحصل عنده فقد الإلكترونات والتاني بيكتسب إلكترونات، فيبقى طالع عندك في البطارية بتاعت العربية قطشين اللي هم القطبين موجب وسالب. ناخد منهم الكهرباء اللي بتشغل العربية، تقوم العربية وتشغل التكييف وتشغل اللمض وي. طيب، أثناء تفاعل الأكسدة والاختزال ده بيحصل جوه محلول إلكتروليتي يوجد داخل بطارية السيارة. ايوه، في جوه في بطارية السيارة في انود وفي كاثود وبينهما محلول الكتروليتي. سامع واحد اهو بيقول لي يا مستر وائل ممكن ترجع بالسبوره اللي فاتت اخدها سكرين شوت؟ هرجع لك حاضر. ها يا عم رضوان، دي تمام يا رضوان حبيبي يا عم رضوان. لو انت عندك انود وعندك كاثود وبينهم محلول الكتروليتي، يحصل تفاعل بتاع العمود البسيط اللي خدته في اولى اعدادي 6 سنين 5 سنين ماشي، ويبقى عندك قطب موجب ويبقى عندك قطب سالب، ويحصل تفاعل كيميائي بينتج عنه ماء عادي، ميه. مع الوقت الميه بتزيد لغايه لما المحلول ده، على فكره يا جماعه المحلول ده اللي هو حمض الكبريتيك. ايه ده حمض الكبريتيك؟ ايوه يا باشا، ده اللي هو ال H2SO4 ميه النار. ايوه يا سيدي، مع الوقت الميه تفضل تزيد لغايه لما المحلول ده تركيزه يقل، او لغه عربيه كده او فيزيائيا كثافته تقل. يبقى مع الوقت ايه اللي بيحصل؟ والله مع مرور الزمن يزداد تركيز الماء، وبالتالي يقل كثافة المحلول اللي بالداخل اللي هو المحلول الالكتروليتي. انت عندك جوه شويه ميه نار اسمهم H2SO4، مع الوقت كثافتهم تقل عشان الميه عماله بتزيد. ايوه، طب وبالتالي البطاريه تريح تنام. عشان تشتغل لازم يكون في انود وفي كاثود وفي محلول كهربائي الكترولايت يوصل بينهم.
طب بعد فترة من الزمن المحلول ده بقى كثافته قليلة، أكنك جايب شوية سكر وعمال تحط مية 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 فتدوق ملهاش طعم، خلاص المحلول ده تيجي تحط فيه إيدك ولا يلسعك ولا أي حاجة، بقى محلول مخفف جدا. طب نعمل إيه؟ قال لك بص، احنا بقى بنستدل على ده عن طريق درس النهارده اللي هي الكثافه. نروح نجيب جهاز اسمه جهاز الهيدروميتر، خدته في اولى ثانوي. الجهاز ده بيقيس مين؟ بيقيس الكثافه. تفتح البطاريه وتحط الجهاز تطلع تتفاجئ، ايه ده الكثافه اللي جوه اقل من الطبيعي، لان كل ماده ليها كثافه ثابته. فحمض الكبريتيك اللي جوه ده ليه كثافه ثابته، جيت اقيسها عن طريق الجهاز ده قام مديك رقم اقل، فانا استنتج على طول وافهم على طول ايوه ان التركيز جوه قل. يبقى الهيدروميتر ده بيقيس مين؟ كثافه المحلول الالكتروليت اللي موجود بالداخل، وافهم منه ان الكثافه اللي جوه قلت. فبالتالي يجي بقى الصنايعي يفك البطاريه ويزود لك ميه نار، ترجع البطاريه طبيعيه وتشتغل تاني. ايه الفكره من كل الكلام ده كله؟ درس النهارده الكثافه. انا قدرت استدل، بص اللفظ استدل، هي البطاريه دي السائل اللي جوه فيها ده اللي هو ميه النار ده كثافته قلت ولا ما قلتش، عن طريق درس النهارده اللي هي مين؟ الكثافه. معلومه عامه. فتحت البطاريه، جيت اقيس الكثافه، لقيت الكثافه سليمه، خلاص يبقى العيب مش من المحلول ولا من الميه ولا من كل الكلام اللي قلته ده، في حاجه تانية بايظه في عربيتك، اجي دور عليها يا عم الحاج. حاضر. كده كل الكلام ده يا مان احنا بنتكلم على اهميه واحده للكثافه. في اهميه تانية في ايه هي بقى؟ الاتنين في الطب. في الطب كتير. هو بس ذكر لك في المنهج حاجتين. الف، احنا ممكن في الطب نقدر نجيب او نعرف نسبة الاملاح او نسبة السكر في البول، لان البول بتاع سيادتك وبتاع كل البشر، رجال نساء كبار صغيرين، الى حد ما ليه كثافة ثابتة، رقم ثابت تقريبا. الرقم ده 1020 كيلو جرام لكل متر مكعب. طب الدكتور في المعمل لما خد شوية بول بيعمل فيهم شوية حاجات كتيرة أغلبهم كيميائية، لكن فيهم واحد فيزيائي مهم، نجيب الكثافة، كتلة على حجم أجيب الكثافة. طب طلعت كثافة البول مش 1020، طلعت أكبر من كده، طلعت أقل من كده، أستدل على وجود أمراض معينة أشهرهم البول السكري والأملاح. طيب ايه كمان يا عم الحاج؟ والله نقدر نقيس نسبة السكر في الدم. الدم بتاع سيادتك ليه كثافة ثابتة. الدم تقريبا لو انا متذكر الدم من 1040 لغاية 1060، ارقام دي حفظ يا جماعة، كيلو جرام لكل متر مكعب. الله. طب جيت تجيب بقى كثافة الدم بتاعت سيادتك لما الدكتور سحب الدم وخد العينة وقال لك امشي انت بقى اتكل على الله، تعالى بكره يا سيد، تعالى بكره يا عم الحاج. فانت خد الكثافه بدمك بقى وقعد يعمل فيه تفاعلات كيميائيه للصبح. في تفاعل فيزيائي مشهور اللي هو، او في تجربه فيزيائيه مشهوره هي الكثافه. فجاب كتله على حجم، قام جايب مين؟ الكثافه. فطلعت كثافه الدم بتاعتك 1040 1050 1060، يبقى انت دمك طبيعي. طب جه جاب كثافه الدم لها اكبر من كده، يبقى انت دمك تقيل. وطالما دمك تقيل دي تدل على حاجه معينه، تبقى دي كده في الزوجه وفي امراض، ودخلنا في الانيميا، دخلنا في الدنيا اللي فيها التهابات وفيها. طب طلعت اقل من كده يبقى انت عندك انيميا. لو كثافه دمك اقل من الرقم ده، اشهر حاجه هو هيكتب طبعا مع شويه حاجات تانية بقى تاكد عند الدكتور المعنى ده، فيستنتج ان انت عندك انيميا. ادي مرض مهم اهو يا عم الحاج. في مرض اسمه الانيميا اللي هو بيسموه فقر الدم. المرض ده بيبقى صاحبه عنده كثافه، بس كثافه اقل من الطبيعي. والنبي معلومه عامه، انت فقر الدم ده في الترم الاول، هو الترم الاول مش مرتبط بالتاني، بس خدتها في الترم الاول. انت يبقى عندك انيميا امتى في الترم الاول؟ لما نيجي نجيب اللزوجه ويطلع اللزوجه بتاعتك اقل من الطبيعي لسرعه الترسيب، فتطلع سرعه الترسيب بتاعتك قليله،
يبقى انت عندك انيميا، ولما تطلع سرعه الترسيب كبيره يبقى انت عندك امراض فيها الالتهابات زي الحمى الروماتيزميه. جميل جميل الدرس. الصفحه دي كده سبوره، هبعد اهو يا جماعه، السبوره دي كده حلوه لذيذه، يجي فيها سؤال دي؟ طبعا يجي يا اخويا، وماله ما يجيش ليه. تيجي نحل اسئله، اديني كمان 5 دقائق، 5 دقائق بالمره عشان افتح الاسئله بتاع كتاب الامتحان ونحل مع بعض بقى، كتاب الامتحان وملزمتي والمستويات كل حاجه ان شاء الله. 5 دقائق كمان. تعال نتكلم عن حاجه اسمها الضغط عند نقطه. النبي ركز معاه عشان ما تجيبش الام الضغط. الضغط ده اللي هو البريشر، الضغط ده اللي هو البي. ايه بقى الضغط ده؟ انا واقف عمال اشرح من الصبح قدامك، انا وانا واقف كده عامل ضغط على الارض. تعال نحسب الضغط بتاع وائل. ضغط العمود ده على الارض، عمود المبنى اللي انا فيه ده ضغطه على الارض كام؟ انت عايز تجيب البي يعني الضغط، اكيد هتروح تجيب وزنك او قوتك وتقسمها على المساحه. ايه يا اخويا؟ تاني كده من عين الجوز، من عين الجوز كده، ونعمل لك مثلث نحط لك فيه الكلام الجميل ده، بس تبقى انت قاعد مركز معايا. الضغط بيساوي قوه على اريا، على مساحه، فورس على اريا. حلو حلو حلو. تاني والنبي يا عم الحاج. حاضر. بي ده اللي هو الضغط، ده بيساوي اف دي اللي هي قوه، وكلمه قوه ترادف كلمه وزن. نعم، كلمة قوة دي ترادف كلمة وزن. استنى فكرني كده افكرك. الوزن ده بتاع اولى ثانوي اللي هو الويت، ده بيساوي ام في جي، كتلة في عجلة، يعني قوتك هي وزنك. وائل ضغطه على الارض كام؟ يبقى تجيب وزن وائل تقسمه على المساحة اللي واقف عليها. طب وائل وقف على رجل واحدة بس، يبقى تجيب وزن وائل وتقسمه على مساحة الرجل الواحدة بس. طب وائل وقف على مشط رجله، يبقى تجيب وزن ايه ده الوزن ثابت في كل الاحداث الامثله اللي انا قلتها، بس المساحه عماله تقل وبالتالي الضغط عمال يزيد. الوزن بيساوي ام في جي. ايوه يا معلم والنبي كمل بقى عشان انا ركزت معاك اهو. الجي تنزل، فك الام من المثلث المشهور الجميل اللي لسه قايلوه من شويه. فين ده؟ الرو الكثافه كتله على حجم. الكثافه كتله على حجم، فلو عايز تشيل الكتله الحلوه دي يبقى رو فول. ايوه يا معلم. يبقى الوزن ام في جي، فك الام يبقى رو، فول، جي. وبالتالي كده يا باشا بقى عندك قانون للوزن. عد معايا، ده القانون رقم 3، قانون الكثافه. وقانون الكثافه النسبيه اللي هو جواه 3 قوانين، وقانون الوزن اللي هو ام في جي من اولى ثانوي خلاص لغيناه بقى رو فول جي. وعلى فكره بالمره بقى عشان انت حبيبي، بالمره بقى الوزن ده اللي هو ويت، هيبقى رو فول جي، والفول ده اللي هو الحجم، وحجم اي حاجه مساحه في ايه؟ في ارتفاع، مساحه ايه في مين؟ في اتش اللي هو الهاي. خلي دي كده على جنب من اولى ثانوي، احنا عايزينها معانا كتير يا حبيبي. حاضر. قانون رقم 4. ايه القانون رقم 4؟ المثلث الحلو ده، ضغطك قوتك على مساحتك، اف على ايه؟ حلو. عايز القوه بي في ايه، عايز الايه اف على بي. بقيس الضغط ده بايه يا مان؟ والله العظيم حبايبي اللي قاعدين شطار هيساعدوني. الضغط، عد معايا، بسم الله توكلنا على الله، يلا عد معايا. 1، عايز تقول قوه على مساحه يبقى نيوتن على متر مربع، صح؟ طيب ايه كمان؟ احنا بنسمي الوحدة دي كلها باسم الباسكال. باسكال. فتقول نيوتن على متر مربع او تقول باسكال. دي وحدة بقيس بيها الضغط، وده اسم عالم هنتكلم عنه كمان 5 حصص بالظبط، هيبقى اخر حصة في الفصل الثالث ده. ماشي. نيوتن على متر مربع، نيوتن على متر مربع، ودي يا معلم تكافئ وحدة اسمها ايه؟ باسكال. دول اهم 2. ايه كمان؟ دول 2 ده حاجة واحدة. 2 عدهم معايا 2.
ايه كمان؟ حاضر. نزل كده المتر مربع، نزلت. فك بقى النيوتن. هتفك النيوتن لايه؟ والله نيوتن ده كتله في عجله اهو اهو. ما هو النيوتن ده اللي هو الوزن، كتله في عجله، فيبقى ايوه كيلو جرام في متر على ثانيه تربيع. سمعت قلت ايه؟ فكيت النيوتن كيلو جرام كتله في عجله متر على الثانيه تربيع، فيروح المتر مع التربيع اتبقى مين؟ يلا سبقني ها. كيلو جرام ايوه على متر واحد بس في ثانيه ايه؟ تربيع. في الغالب دي كده يا جماعه كيلو جرام في متر اس سالب واحد ثانيه اس سالب 2. ادي واحده كمان، نعلم كده بالاخضر. ادي وحدتين مع بعض، ادي وحدتين اهم مع بعض. ادي الوحده كمان يا عم الحاج التالتة، عد معايا يلا يا مان. ادي الوحده الرابعه اللي جايه. مش في قانون خدته معايا الترم الاول وخدته في اولى ثانوي، اللي هو قانون الشغل؟ فالشغل بيساوي قوة في ازاحة. ده بيتقاس بالنيوتن، وده بيتقاس بالمتر، وده بيتقاس بالجول. يلا يا معلم، يبقى النيوتن بيساوي ايه؟ ها اسبقني. جول على متر. جول على متر. النيوتن ده فين؟ ده بيساوي ايه؟ ها، جول على متر. طب ما انا اصلا عندي في المقام متر تربيع، متر تربيع، فيبقى جول على متر تكعيب. تبقى كلها ايوه جول على متر تكعيب. ونعلم كده على دي ونقول لك دي الوحده الكام؟ الرابعه. كده عندك 4 وحدات بقيس بيهم الضغط. مش هعيد تاني. قدامك الشاشه سكرين شوت، توقفهم، وقف وتعالى جمع اكتب ورايا. طيب، هل يا ترى الضغط ده واقف على مين؟ على القوه. كل ما القوه تزيد كل ما الضغط يزيد. انا واقف ضغط على الارض، طب لما اقف ومعايا شنطتين تقال هيبقى ضغطي زياده. طب لما ابني عماره دورين ليها ضغط على الارض، طب عماره 10 ادوار ضغطها اكبر. كل ما القوه تزيد كل ما الضغط يزيد. عربيه ملاكي ليها ضغط على الارض، عربيه نقل ليها ضغط اكبر، الوزن اكبر. طب الضغط والمساحه علاقه عكسيه. يعني كل ما المساحه تزيد كل ما الضغط يقل. نعم، كل ما المساحه تزيد كل ما الضغط يقل. كل ما المساحه تقل كل ما الضغط يزيد، علاقه عكسيه. وعشان كده امك دايما تزعق لك لما تقف على السرير. ايه يا حاجه، ما انا كل يوم بنام على السرير، اشمعنى لما وقفت زعقتيلي؟ يا تفكر انت يا، عشان تعرف ان الحاجه عارفه فيزياء بالطبيعه بالسليقه كده. يا بنت، ما انت لما وقفت على السرير بقيت واقف على مساحه اقل، يعني بقيت واقف على رجليك الاتنين، فبالتالي يبقى الضغط زياده. فتقوم امك تصوت لك وتقول لك انزل يا ولا لا تكسر المله بتاعت السرير. اوعى بقى تعيش لي في الدور تقول مش عارف يعني ايه مله. المله الخشب اللي تحت اللي شايل المرتبه. واقول لك ايه، صحصح معايا شويه امال. فكل لما تقف يبقى الضغط بتاعك زياده، غير لما تنام على السرير فتبقى المساحه كبيره. ولو عندك مساحه كبيره يبقى ضغطك على السرير اقل. نام زي ما انت عايز، تقف لا. صح. امسك القلم ده كده للصبح، ماسكه للصبح، لكن لو مسكته كده لا كده دي ما اقدرش عليها. اخر دقيقه واصوت. ليه؟ السن ده مساحته صغيره فيبقى ضغطه كبير. الابره مدببه من الامام عشان يبقى المساحه اقل ويبقى الضغط كبير. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العربيه النقل وزنها كبير، ينفع تمشي على كاوتش عربيه ملاكي؟ دي فرقع ومستحملش، فنعمل لها كاوتش كبير. ابقى واقف كده بعربيتي، سايق عربيتي كده وواقف على مستوى نظري، ابقى شايف كاوتش العربيه النقل والسواق فوق في اخر الدنيا. ليه؟ كاوتش كبير. بنكبر المساحات عشان نقلل الضغط شويه على السكه على الارض وهو ماشي. تمام. بنوته لابسه كعب عالي سن رفيع، البنت دي ممكن يبقى الضغط بتاعها على الارض اكبر من ضغط فيل. ايه ده؟ ليه ان شاء الله؟ ضغط فيل
عنده 500 كيلو، 600 كيلو، 700 كيلو. البت اللي عندها 50 كيلو ضغطها اكبر منه. ليه ان شاء الله؟ عشان ماشيه على سن رفيع قد كده، فكل لما المساحه تقل كل لما الضغط يزيد، فممكن يبقى ضغطها اكبر من ضغط فيل. الله اكبر. قد يكون ضغط بنت ترتدي حذاء سن رفيع اكبر من ضغط فيل. علل، لان المساحه بتقل والضغط عمال يزيد، وبالتالي دوت ياثر على او يزود مين؟ الضغط. يبقى البي والايه علاقه ايه؟ عكسيه. في هنا مسائل للركب. عارف للركب دي يعني ايه؟ مسائل كتير، تقريبا حسبة 60 70 سؤال، 40 على الكثافه و20 على الضغط. جاهز؟ قول بسم الله. وان شاء الله جاهز. هوقف الفيديو، هقصه، واقف هنا عشان افصلك واريحك شويه وثواني، واتفرج على الفيديو التاني بتاع حل واجب الحصه الاولى. ثواني واشوفكم ان شاء الله في حل الواجب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.